هو هجاوب على سؤال حضرتك ده. هو بس قبل ما اجاوب عليك لازم اسالك سؤال: انت بتشتغل عشان تكسب ولا عشان تخسر؟ اكيد عشان تكسب. واكيد جنب ما انك تكسب لازم بتدي الزبون حقه في الشغل اللي هو طالبه، صح كده؟ طيب، تعالى احنا هنتكلم على يعني حاجتين كده بسرعة في شغل السيراميك، شغل البورسلين، شغل الرخام. النهارده تعالى نقول لما تيجي حضرتك بتقفل لحماتك بتاعة الرخام، معظم الناس يقول لك هقفل اللحام بالكله. علبة الكله النهارده الكيلو بتاعها يوصل كام؟ خلي بالك الكيلو معظم الشركات بتقدمه 800 جرام، ما بتقدموش كيلو صافي. خلينا نقول متوسط 250 جنيه مثلا سعر النهارده. طبعا الاسعار متغيره، لكن انا بقول لك مثال مثلا يعني 250 جنيه في 800 جرام. وحضرتك لما بتيجي تقفل اللحام بالكله، لما تحط عليها المصلب وانت شغال، ممكن بعد شويه تشد منك، هتعمل ايه؟ هتضطر ترميها، بقت خامه كمان مرميه، صح كده؟ طيب خد بقى كمان، مفيش حد على وجه الكوكب هيقول لك ان لما بقفل اللحام بالكله بيعيش كتير. في اللي يقول لك بعد 6 شهور، في اللي يقول لك بعد سنه، في اللي يقول لك بعد 3 شهور، حسب انت مركب داخلي ولا خارجي ولا مركب ازاي. وتقول لي ان الكله دي طرقعت وفرقعت وباظت وطلعت. يبقى 800 جرام ب 250 جنيه، وهتفرقع وهتطرقع وهتطلع وشقيت وتعبت، وغير الهادر اللي طلع لما تصلب مني حبه في الشغل. تعالى بقى نشوف المقابل ليها، الاكسترا جراود بتاع مايكا جروب اللي احنا مقدمينه، بس الهاي ليفل. الهاي ليفل، ما هو في حاجات في السوق ب 9 جنيه الكيلو، وفي حاجات ب 10 جنيه، وفي حاجات ب 12 جنيه، وفي حاجات ب 20 جنيه. كل حاجه وليها شغلها. احنا مثلا بنقول الكيلو عندنا بيبتدي من 140 جنيه، وفي حاجات اعلى من كده. طيب لما يكون 250 جنيه 800 جرام، وباخد ب 140 جنيه كيلو اللي هو 1000 جرام، يبقى مين احسن؟ الحاجه التانيه، انا لما بشغل الجراود بتاع مايكا جروب اللي هو بدايات الهاي ليفل، واخد بال حضرتك، بيحصل معايا ايه؟ بيعيش، ما بيفرقعش، ما بيطرقعش. طيب ناخد بقى معلومه اهم كمان، ان هو حتى وانا شغال لو نشف مني بحط له نقطتين ثلاثه ميه بيحل ويشتغل معايا ويرجع معجون زي الفل، فما بهدرش منه. بالله عليك، اخد اللي بيعيش الارخص الاجود، ولا اخد الغالي اللي هيفرقع ويطرقع واقول اصل كل الناس بتشتغل كده وانا طلعت اباؤنا الاولون لا ما لك وجدنا عليه بيعملوا كده بيحطوا الكله؟ طب انت مصمم برضه تشتغل وتخسر نفسك، تدفع فلوس زياده وتهدر في خامه وتفرقع وتطرقع، وبعد كده تقول انا ليه بخسر؟ يا راجل، طب ما هو احنا مقدمين لك الحل السهل وبنقدمه لك على طبق من فضه، محتاج ايه تاني؟ تابعنا عشان تعرف مزيد من المعلومات، وما تنساش اللايك والشير. ولو عندك سؤال او اي حاجة اسألنا، واحنا بنجاوب والله يا جماعة ببلاش، بنجاوب الاستشارات ببلاش. بس انت اتصل واسأل، هتلاقي الدنيا سهلة وجميلة. والخامة اللي حضرتك مش عارف تشتغل بيها، بيننا وبينك ومن غير ما حد يحس هنقول لك تشتغل بيها ازاي، ومحدش هيعرف. اسبق الاخرين بخطوات. تنساش اللايك والشير، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.